عليكم. تصدر تويتر الإمارات في الساعات الماضية هاشتاغ بعنوان واحة الكرامة، وهو المسمى الجديد لنصب الشهداء في الإمارات، واعتمده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس خلال زيارة تفقدية للموقع. يضيف الشيخ محمد بن زايد بالتسمية: واحة الكرامة أصلاً وطنياً فريداً سواء في المعنى أو المبنى، والاسم يعبر عن البيئة الإماراتية الشهيرة بواحاتها. وإلى الهاشتاغ المتصدر عالمياً منذ الأمس بعنوان إسرائيل تحترق بعد اندلاع الحرائق في عدد من المستوطنات نتيجة لحرائق في الغابات المحاذية لها انتشرت بسبب سوء الأحوال الجوية، ما دفع إسرائيل لطلب المساعدة من دول أخرى لإخماد حرائقها المستعرة. ليشتعل الهاشتاغ أيضاً بصور للحرائق والدمار الذي اعتبره المغردون عقاباً إلهياً على منع الأذى، واعتبره آخرون نهاية كل ظالم، وهي العبارة التي انتشرت بقوة بعد صورة متداولة لورقة من التقويم السنوي ليوم 23 من نوفمبر 2016، أي يوم اندلاع الحرائق أمس، مرفقة بحكمة اليوم وهي لكل ظالم نهاية. وإلى تويتر السعودية هاشتاغ يثير الجدل بعنوان 27,000 حالة طلاق في شهر ونصف، ليشتعل الحديث حول أسباب الطلاق في المجتمع، لكن يتبين لاحقاً أن الإحصائية المذكورة غير صحيحة بناء على خبر غير دقيق. ليحذر المغردون مجدداً من تداول الأخبار غير الموثوقة والشائعات، متداولين تصريحات لمستشار وزير العدل في هذا الشأن. لا يمت للحقيقة بصلة، وهذه حقيقة أتمنى حقيقة من الجهات الإخبارية، وأتمنى أيضا من الجميع من ينشر في وسائل التواصل التأكد من الرقم، لأن الحقيقة المرجع هنا هو طبعا وزارة العدل والتدان وهيئة العامة للإحصاء ثانيا، وأيضا وزارة الداخلية. وأخيرا وعالميا، وفي رد جريء على وعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بخصوص إخراج المهاجرين والمسلمين، كان لعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو وعود أخرى قدمها في خطاب ألقاه أمس، ولخصته تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلا: إذا طلبت الحكومة الفيدرالية من شرطتنا تشريد عائلات المهاجرين فسوف نرفض ذلك.